حطي الخلطة دي على الدقيق بتاعك علشان تاخدي عجينة مطاطية تطلع معاكي أحلى بريوش هش وزي القط، وبتلات أربع أشكال مختلفين هنعملهم مع بعض وبتركات كلها هتنجحها معاكي حتى لو أول مرة تدخلي المطبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول أنا عندي كيلو من الدقيق ويكون عرقه قوي، يعني يكون دقيق خاص بالمخبوزات علشان يديكم نتيجة حلوة. عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية العادية، عندي معلقتين كبار من اللبن البودرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، عندي 3 معالق كبار من بودرة الكريم شانتيه وكوباية كاملة من السكر وبيضتين وبياض بيضة كاملة وصفار البيضة هنشيله على جنب، وكمان مكعبين كبار من الزبد. الخلطة بقى الحلوة اللي هنعملها ولازم نعملها علشان ناخد نتيجة حلوة، معلقتين من الدقيق ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة الخميرة بتاعتنا وعليهم ربع كوباية من اللبن. هنخلطهم ونسيبهم على جنب. في العجان او على ايديكم هننزل كل المكونات الجافة بتاعتنا، وبعدين هننزل عليها المواد السائلة يعني البيض وخليط الخميرة اللي احنا عملناه. ونسيت اقول لكم ان احنا هنا مش بنسيبه يخمر ولا اي حاجة، احنا بس عايزينه يرتاح كده كام دقيقة على ما نجهز بقية الحاجات بتاعتنا. نزلت على الكلام ده كله بكوباية وربع من اللبن الدافي. الخلطة عندي هنا خدت كوباية ونص. التركة بقى اللي هتفرق معانا قوي في الطعم اننا نحط عليها معلقتين كبار من القشطة. عايزه اقول لكم بتنقل الطعم في حته تانية. عجنتها ولما اتلمت وبقت بتلزق شويه نزلت معلقتين الزبده الكبار لما كانت التلزيقه اخف شويه. العجينه بتاعتنا بتكون مطاطيه، بتكون عجينه خفيفه شويه، يعني احنا مش عايزين قوامها يكون ناشف، لا عايزينها عجينه طريه كده ولينه علشان تديكم نتيجه حلوه قوي في المخبوزات بتاعتكم. في الوقت ده هنغطيها وهنسيبها تخمر في مكان دافي تقريبا حوالي ساعة ساعة الا ربع على حسب المكان بتاعكم ودرجة حرارته. بعد ما خمرت بقى عايزة اقول لكم اللهم بارك طراوتها زادت، المطة بتاعتها بقت رهيبة. هاخد كده جزء من العجينة وابدأ ان انا اشكل منه كويرات. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو ومنشن لاصحابكم علشان يستفيدوا بالوصف. بدأت كده علشان اعمل اول شكل، ده سهل وبسيط خالص، شكل البريوش العادي جوه القالب. حطيته في قالب انجلش كيك كده، ظبطت شكل الدوائر وسبته بقى على جنب علشان يعي. الجزء التاني بدأت كده ان انا بالفرادة بتاعة العجين او النشابة الصغيرة ان انا افردها كده. وخدوا بالكم هنا العجينة فيها تلزيقة بسيطة خالص، فممكن تدوها رشة من الدقيق ولو ان انتوا مش هتحتاجوها لان احنا مغلفينها كويس قوي بالزيت قبل ما نحطها تخمر. حطيت رشة كويسة كده من الزبيب الاحمر وبدأت ان انا اقفل عليها العجينة بتاعتي. تاني بنعمل ايه؟ بنحط العجينة بتاعتنا والزبيب ونقفل بالمقص بقى كده. بعد ما قفلنا كويس بنبدأ نقسمها لجزئين وكأننا كده هنعمل ضفيرة ثنائية، وبعدين بنقفلهم على بعض وناخد شكل الوردة القمر ده. علشان نعمل الشكل التاني بقى او التالت عدوا انتوا بقى معايا، المتعارف عليه بتاع المنجقونة او البريوش، بدأت ان انا الفها كده زي الحلزونة على بعضها، يعني بطول الشكل. واخر شكل معانا بقى هنعمله شكل الضفير. بناخد كل كورة من اللي احنا كورناهم او كل قطعة من العجين ونقسمها ل3 اجزاء ونفردهم كده بالطول. بنلزق الاطراف في بعض وبعدين يعني نجيب واحدة كده وواحدة، يعني بصوا بالعكس انتوا اعملوا ضفيرة هتطلع معاكم حلوة قوي وشكلها بيكون لطيف. يعني ال3 وبعدين مرة كده ومرة كده، مرة كده ومرة كده، لحد ما بناخد شكل الضفيرة الحلو بتاعنا ده. عايزه اقول لكم انها بتطلع حلوه قوي. صفار البيضه اللي شلناه على جنب خفيته معلقتين من الحليب وبدات ان انا ادهن بيه الوش بتاعي. في الوقت اللي انا بكون بشكل فيه المعجنات بتاعتي لازم تشغلوا الفرن علشان ناره تعلى كده ويسخن ويكون حلو قوي على العجينه بتاعتكم، ما يبقاش بارد فتنشف معاكم. بدأت ان انا كده ادهن كل الوش بتاعي بصفار البيض واديت له رشه خفيفه كده من السكر، وهنا برضو وزعت عليه صفار البيض. عايزه اقول لكم اللهم بارك انه حرفيا ربع ساعه بس في الفرن وطلع اللهم بارك بالجمال ده كله. لما يطلع غطوه بفوطه ساخنه، بفوطه سوري دافيه كده 5 دقايق وهو لسه ساخن، يعني بفوطه وهو لسه ساخن علشان يفضل معاكم محافظ على طراوته كده بدل اليوم 3. واللهم بارك بقى حلوة قوي. اديت للشكل القالب كده اديت له دهنة خفيفة كده من توبنج الكريز او من اي نوع مربى تحبوه، وبعدين رشيت عليه شويه من الكريمه كده. عايزه اقول لكم عمل شكل حلو قوي. بصوا بقى قد ايه طري وهش من جوه كده وحلو خالص. اقطعوا بقى كده مع كوبايه شاي بحليب وفطروا بيه حبايبكم. هستنى تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو، منشن لاصحابكم علشان يستفيدوا. ومره تانية متنسوش اللايك والشير يا حلوين للفيديو. صحة وهنا.